اللي ما بيصليش يا اخوانا يروح فين؟ ما بيصليش يروح فين؟ بنص القرآن يروح حتة في جهنم اسمها سقر. سقر ايه سقر دي؟ سقر دي قعر النار في الاواخر كده. طب ربنا كلمنا عنها في القرآن بالتفصيل. ده جاب لي واحد قال لي ده هو رايح سقر. مين هو؟ الوليد ابن المغيرة اللي جابته قريش. قالوا له انت صاحب شعر وصاحب بيان، روح كده اسمع محمد بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. فرجع قال لهم انا سمعت كلام حلو قوي، والله ان له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضب وأنه يعلو ولا يعلى عليه. على القرآن. قالوا له سكلتك أمك، احنا بعتنك تبوظ، انت جاي تصلح. قالوا انت بديني فرصة اروح اسمع تاني واجي اقول لكم. راح طبعا قام غير الدنيا، قام قال لهم ايه؟ ان هو الا قول البشر، ان هو الا سحر يؤثر. فربنا بيقول ايه بقى؟ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. ما بتسيبش لا جلد ولا لحم ولا عظم. لواحة للبشر يعني يتغير فيها لون البشر بلون جهنم، عليها 19. وبعدين تحت شوية الآية اللي بعدها ربنا سبحانه جل شأنه يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هيقولوا لهم مواصفات اللي رايحين جهنم اهو. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا اللي ما صلاش خالص راح فين؟ سقر. طب بيصلي على سطر ويسيب سطر؟ لا، بيأخر الصلاة عن وقتها. يروح فين؟ يروح حتة في جهنم فوق سقر على طول. فوق سقر في حتة اسمها ويل. ربنا قال في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يؤخرون الصلاة. الظهر يبقى مع العصر، المغرب يبقى مع العشاء، ما فيش مشكلة. ايه يعني؟ طب بيجمع الصلوات او بيصلي حبة وحبة لا. فده يروح فين؟ وادي فوق ويل اسمه ايه؟ غي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي ده بقى ايه؟ الوادي ده بيتميز مع النار بوجود العقارب والتعابين فيه، لان ده ما كانش بيصلي اصله قاعد مع اهله مبسوط بالقعده، اصله قاعد بيتفرج على الماتش، اصله قاعد بيتفرج على الفيلم، فلابد يكون في غي. نسال الله العفو والعافيه. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. خطوره الموت حاجه واحده، انه عدد الانفاس بتخلص تلاقي ملك الموت قدامك على اي وضع انت عليه. فمن عاش على طاعه مات على طاعه بعث على طاعه، ومن عاش على معصيه مات على معصيه بعث على معصيه. اوعى تفكر للحظه ان اللي مات في الجامع مات بظروفها، وان اللي مات في القهوه او في الكافيه او في معصيه ميت بظروفها، لان ما فيش عند ربنا كده. وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ده بيبقى محصلة. فانت تقدر تصنع بإيدك حسن الخاتمة وتقدر تصنع بإيدك سوء الخاتمة. الموضوع في إيدك، مفيش في كلام. وثق تماما، مفيش هزار، مفيش هزار. خلي بالك الموت خطورته انك ما انتش جاي تاني. الموت خطورته ان العمل وقف. ربنا قال الا من ثلاث. ربنا قال في القرآن فكيف اذا اصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة كبيرة، مصيبة. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك.
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت محسنة فزد يا رب في إحسانها، إن كانت مسيئة فتجاوز يا رب عن سيئاتها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن أمته منا فأمته على الإسلام وعلى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله يخليك.